المغرب يا اخي تفضل. احمد الرواس. انت جاي خلاص عرفت. لا والله تكلمت اليوم كثير انت وتقاطعنا كثير، يعني احنا لحد الان انت تكلمتي ساعه، احنا تكلمنا 5 دقائق في البرنامج كامل. اقسم بالله ما عرفتش انا ليش. وانا تكلمت اكثر واحد. لا انت اول واحد تكلمت فينا كثير، احنا تكلموا 5 دقائق في البرنامج كله، انت تكلمت فقط اكبر ساعه. يقاطعوني ويخلوني امام الجمهور. لا انا بقاطع وانا راعي المصايب. اسمع شوف، هناك الراي والراي الاخر. انا بالامس رشحت الاردن لما الاستاذ قال 3 مباريات مين قلت انا بالنسبه للاردن رشحت على الامارات. انت كنت كما قال الاستاذ انت رشحت الامارات وقلت اقوى منتخب، واليوم لا اسمح لي، اليوم انا ما حللت حتى مباراه. اليوم انا كمحايد لا انتمي لاي منتخب، ولكن كعربي مهتم رحت انا ربما انا رحت اكثر من مباريات للامس واول امس واليوم. انا رحت ماتش الجزائر، اعجبت بالجمهور الجزائري، يعني ممتاز جدا، ممتاز، يعني كان قوي في الملعب. يعني احنا كصحفيين في المنصه الصحفيين شعرنا بالرهب والخوف من الصوت. يعني لو انك تغادر المنصه وتدخل لميديا كافي تسمع لو انه هناك هدف، يعني رجعنا بسرعه نشوفه، وهو حماس كبير كان في الملعب. ثانيا مباراه الامارات والاردن، اعتقد على ان انا خوفتني بالامس، قلت بان الامارات قوي جدا. اليوم ظهر بان المنتخب الاماراتي يعني المدرب يتسبب كامل يعني المسؤوليه في تدهور المنتخب الاماراتي اليوم، رغم عمليه الطرد بالبطاقه الحمراء. اعتقد على ان جمال السلامي هذا اللي رجع نقول لك بان الاطر المغربيه تشتغل بشكل كبير جيد، انه استطاع فعلا. يا رجال الفريق ناقص 50%. لا شوف 50% منتخبات فريق ناقص. ليش ما حكيت هذا الحكي مباراة الجزائر والسودان؟ استحواذ كورة. هذا فيه مباراة الجزائر والسودان كان حكيت عن الجزائر هيك. هذا مباراة لا انت فريق قوي غير تختلف عن هذول ما بيلعبوا الصف الاول. كيف فريق قوي وفريق مش قوي؟ الجزائر الصف الثاني مدري الثالث. لا شوف منتخبات منتخب الامارات منتخب انت طلعت اسمع اخر دقيقة كم الله يخليك